سلام أحبتي، إن شاء الله يا ربي تكونوا بأحسن الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يفرحكم كامل إن شاء الله ويرزقكم من واسع فضله. 10 نقاط مهمة بالبزاف في تقسيم ميزانيتكم، في إدارة أموالكم، في إدارة المطبخ. نبداو على بركة الله. أول حاجة يا البنات هي الابتعاد عن التخفيضات. نقول لكم حاجة، جربت مدة 3 أشهر، هذا الشهر اللي دخلنا فيها الرابع، ولخصت لكم خصوصا البنات اللي طلبوني، اللي عايشين في اوروبا واللي عايشين في البلاد ويقضيو من السوبرات يا البنات. راح نقول لكم الاشياء اللي انا طحت فيها شخصيا وكيفاش وليت ناخذ حذري من التخفيضات. مثلا كي تمشي للسوبرات هاد الخطرات، تمشي حبه تشري الزيت، تلقاي بلي الزيت مثلا، انا نعطيكم غير مثال، قرعه تاع زيت مثلا راهي دير 10,000. يقول لك كي تشري 3 قراعي زيت، حب يقول 30,000. هذه مجرد أمثلة. يقول لك 30,000 3 قراعي تاع زيت، بصح انتيا راح تخلصي فقط 27,000، يعني نقصت لك 3000. 30 دينار كي نقص لك 3000 يعني نقص لك 1000 راك على كل قرعة، وانتي في هذا الشهر خاصك تشري غير قرعة واحدة. دونك كي راح تشري 3 قرع، يعني لأنه ناقص في السعر. كي تشري بالثلاثة قرع، كي شريتيهم حطيتيهم في الشاريو تاعك، تزيدي تدناي. تلقاي القهوة مثلا، القهوة راهي دير 25,000 الباكيت، تلقاي بلي كي تشري 3 باكيات راح تسقام لك غير 23 أوليو 25 ولا 24,500. دونك تقولي نربح هنا 1000 راك، 1000 راك هنا، 1000 راك لهيك، يعني أنا رابحة في القضية. فهاد ما بين الزيت والقهوة نربح 6000، و6000 هذه راح نشري بها سكر ولا حاجه، رطر سكر، ولا نشري بها خبز، ولا تبداي تخمم بهذا التخمام. مع البدايه هذا التخمام يجيك حلو يا البنات، يجيكم حلو بزاف ويفرحكم وانا اقتصدتو كامل. بصح في نهايه المطاف كي توصلي لاكاس، يا اما كي توصلي لاكاس وتخلصي، ولا كي توصلي للبيت تبدأي بالندم وبجلد الذات. علاه جلد الذات يا البنات؟ تبداي كما يقولوا تزمضي مانيم، تبداي تلومي روحك وتاكلي في روحك وتقولي علاه درت هكذا، راي ما جبتش طماطش تاع باطا، خاصني السكر ما جبتوش، كمل لي السميد، ما بقيت حتى دورو نديرها في حصاله احب نفسي، ما عنديش هادي، ديباسيت الميزانيه الاسبوعيه تاعي. من بعد تلقاي روحك ندمانه وتقولي لا انا مهووسه بالشراء، انا هادي. البنات انا جربت هاد الحاجه تاع تخفيضات. مع الاول كانت جاتني مليحه، باسكو شريت واحد الامور يعني وحطيتهم في البيت. درك تسقسوني على لومو تاع ماشينه، عندي بالك تاع 3 ولا 4 شهور، عندي بعض الاشياء لبضع اشهر للقدام، باسكو لقيت السومه تاعهم واو، تخفيضات كانوا رائعين، وشريتهم من كارفور والحمد لله راهو رزق محطوط في البلاكار. بس هاد الايام كي جيت نسافر راكو شتوني طحتي مريضه، الحمد لله يا ربي راهي مليحه. ربي كثر خيركم ان شاء الله ويحفظكم على دعاويكم ليها والكاع مؤمنين ان شاء الله. واللي ما ميته ربي يرحمها ان شاء الله يا ربي ويوسع عليها. من بعد يا البنات كي جيت نروح كنت خاصتني مصاريف، وين لقيتهم؟ حليت حصلت احب نفسي وسلفت شويه على الزوج تاعي. الله غالب يا البنات، ما كانش كاع كيفاه. بصح لو كان هذوك دراهم اللي الاشهر اللي فاتوا كنت حطيتهم في هذوك التخفيضات، لو كان خليتهم على جنب وقعدت بالعقليه اللي كانت عندي بكري، واحد العقليه كانت عندي بكري، كنت نشري للشهر من هذاك القضيان الشهري، نخبي شويه البيت الخزين ونسي نخبي شويه دراهم. كانت هذيك الدقيقه اللي جيت راح نسافر فيها هذوك دراهم نلقاهم تحتي ونرفدهم يا البنات. انا هذه الضربه هذه الخطره زعزعتني. دايو هذه الخطره كي شريت الخضر، وريت لكم لو البارح كي شريت الخضر شريت غير اللي نسحقوا، والبارح الزوج تاعي خلاص جبت اللي كتب ربي من اللحوم، فقط اللي كتب ربي، ما جبتش كامل كيما كنت نجيب بكري. وكا حنولي تاع الصح قلت لكم مع الرحيل كامل درت شويه الدين. دونك راح نتمشوا بسيستم قيس كيما كنت من بكري. علاه قدرت ندير شويه توفير ولقينا بشرينا بعض الاشياء كرحلنا وكامل. علاه باسكو كنت نمشي شهر يجيب شهر. صح كنت ندير بيت الخزين بلا ما نكلف روحي دراهم كبار هكذا يا البنات. دونك قبل ما توصلي الجلد الذاتي يا البنات، كي تدخل هاد السوبرات تجنبوا انكم تمشيوا ليهم. اذا كانوا عندك دراهم مثلا وباش من مصروفك الشخصي
عندك 300,000 500,000، ولا حبيتي تشري مثلا شامبوان صابون صوالح تاعك تاع كوسميتيك، ومشيتي للسوبرات ولا بارفيمري ولا ولقيتي تخفيض معين وكامل وصرفتيهم اوكي بصحتك، كي جبتيهم حفوض صحيه ديودورون كامل شامبو راكي تحطيهم من بعد ما كان حتى مشكل. بصح اشياء اخرى مواد غذائيه على الفرا كلها 100 دور ولا 500 تغرقي روحك تجيبي اشياء في غنى عنها هاد الشهر فقط باش تكدسيها وانتيا ما تلحقيش باش تجيبي المواد الاساسيه اللي تاع الصحه ضروريه تسحقي هاد الشهر. هذا هي البنات من اكبر الاخطاء اللي داروهم بزاف بنات ومازالوا يديروا فيهم، وانا واحده منهم طحت فيهم صراحه. قائمة المشتريات يا البنات لازم دائما، هي النقطة الثانية لازم تركزوا عليها. تشوفوا ثلاجتكم مجمدكم بلاكاراتكم وبيت خزينكم. اسيدي اللي ما حبش تشوف بيت الخزين خبات هذاك شويه باسكو راجلها امور صعيبه ولا عامل يومي ولا معليش، شوفي البلاكار تاع الكوزينه اللي تاكلي منه، شوفي المجمد وشوفي الثلاجه، راقبي هادوما ومنهم ديري قائمه المشتريات اللي صح تسحقيها وحاولي التقيد بها. الا كان قدامك غير هذيك السوبرات لازم تغمضي عينيك على بعض التخفيضات وبعض الامور وتركزوا على اهدافكم يا البنات. لازم الاراده، على بالي باللي العين تشوف وكما يقولوا القلب يدمع والنفس تطمع، بصح ركزوا على اهدافكم وحاولوا انكم ما تخرجوش. لازم ليها المراه تكون حاره، تكون شريره، تكون تاع بصح تكون شاطره، تكون كي تقول كلمه هذيك هي ما تفوتهاش. ماشي كي توصل تما يغرها هذا تمشي تشريهم سنيوه ولا فناجين ولا وتدخل الاسره تاعها هكذاك، واخر الشهر يا اما تدبز مع الزوج تاعها ولا تسلف على جارتها ولا ترفد هذاك الدور اللي مخبيات والطوفه. قائمه مشتريات ركزوا عليها كي تمشوا تشروا. دونك ننصحكم انكم تمشوا مثلا البقوليات تشريوهم بالميزان، تشريو كما يقولوا من حوانيت هكذا يكون الاسعار تاعهم رخيصه، من اسواق شعبيه. حتى البنات اللي ساكنين في اوروبا في المارشي كاين بزاف اشياء ارخص عند العرب وكامل. حاولوا تمشيو لهذه الاماكن، ما تركزوش فقط على السوبرات باسكو فيها تخفيضات. هذوك التخفيضات احيانا يا البنات والله العظيم غير تدي للهاويه، واحيانا تكون اغلى من السعر ذاته. تروحي يا البنات باش تشريو الخضار والفواكه من المارشي مثلا، على بالي هذه المرحله الفواكه راهي غاليه بزاف في بعض المناطق. كي تمشي مثلا باش تشري الخضار لازم تجيبي الحاجه اللي راكي تسحقيها. كي تكون الحاجه تاع وقتها وقدرتي انك تجيبي شويه بزياده ديريه في كونجيلاتور ولا تصبري ولا تصنعي مربى ولا عصير ولا حاجه مرحبا. بصح كي تكون الحاجه ماشي وقتها ماشي رخيصه بزاف اوبون ولا اخر المارشي ولا تجيبي غير الحوايج اللي تسحقيهم يا البنات. بكري انا شخصيا كنت نمشي للمارشي نجيب زروديه نستعملها، نجيب 2 كيلو زروديه، 2 كيلو طماطم، 2 كيلو فلفل، 2 كيلو كيعيطوا لها قرعه ولا كابويه، 2 كيلو تاع فلفل، 2 كيلو تاع الحار، 2 كيلو تاع باذنجان ولا كيلو نجيب منهم كاع نفوت عليهم دو ونرفدهم. من بعد نفوت على الفواكه كامل نرفدهم كاملين. احيانا اشياء تخسر في الثلاجه تطرمه، احيانا اشياء ما يحبوهاش. علاه نمشي نشري حاجه ما ناكلهاش؟ ماشي باسكو نتيا تشري كيما كان صار لي مع الاول، ناس كاع يشربوا الحليب، الناس كاع يجيبوا 12 باطه حليب بدايه الشهر كنت نجيب فيهم، كان يقعد غير يدور، كنت نخسر غير دراهم ونسطوكه في البلاكار. فهمتوني؟ اشروا الحاجه اللي نتوما تاكلوها اللي نتوما تسحقوها. انا نفضل نمشي للمارشي لقيت مثلا الباذنجان الفلفل الاسره تاعي ما يحبوش ما ياكلوش ولادي بصح ما يبغوش فلان. شوف له كاين شويه كاين يعني اغلى شويه من هذوك الفلفل والطوماط الفلفل والباذنجان اللي رخيص ما تاكلوش اسره تاعي. ما نشريش خاطرش رخيص، ما نشريش خاطرش الناس يشروه، نشري هذيك الحاجه اللي تاكلها الاسره تاعي. لو كان نشري رطل يا لو كنا نرفد 2 حبات. فهمتوني؟ ما نتبعش الناس الاخرين، ما نتبعش الاسعار، ما نشري الحاجه اللي الاسره تاعي تاكلها. اذا كانت غاليه نشري غير شويه. التنويع في الخضر التنويع عفوا في الفواكه مثلا سوتو اللي عندها اولادها صغار وكامل. انا نمشي للمارشي في شهر اكتوبر الجاي يجي وقت الطمور نلقى التمر رخيص. اكيد الا قدرت اني نشري شويه ندير نخبيها رمضان وكامل حاجه شابه، بصح وقت الطمور يجي معها وقت التفاح، داك التفاح الصغير تاع البلاد هذاك التفاح اصفر ولا احمر يجي وقته. ما نجيب لهمش 6 كيلو تفاح ونخليهم كلوا ولا قعدوا. نقدر نجيب شويه تمر شويه تفاح شويه حاجه واحده اخرى موسميه شويه. لو كان نجيب 2 حبات منها ونقسم الاولاد نعطيه نص حبه تفاح نص حبه بنان نص حبه خوخ نص حبه ما كاش مشكل. الفائده ماشي في الكميه، الفائده في القيمه الغذائيه تاع الاشياء. ماشي بالسيف نحط لهم طبسي تاع فاكهه لكل واحد، ماشي نحط له كل واحد كيما يقولوا كل فرد نعطي له دجاجه. لا نجيب شويه نعطيهم شويه بالميزان.
احسن من اني ما نجيبش كاع، ولا اني نجيب حاجه واحده ويقعدوا يدوروا في نفس الحاجه. صوتو اطفالنا راهم صغار، من الواجب تاعنا على بالي الدنيا غاليه باللي نقدروا عليه انه نجيب نعطوهم من الفيتامينات والاشياء يعني العناصر الغذائيه منوعه على قد ما نقدروا. كل حاجه خلقها ربي سبحانه في هذه الدنيا يعني راهي مفيده لصحتنا. خامس نقطه البروتينات الحيوانيه والنباتيه، البروتينات اللي هي ضروريه لصحه الكبار والصغار. البروتينات الحيوانيه على بالنا فيها الاسماك، اللحم، الدجاج. البروتينات النباتيه تكون في البقوليات، تكون في العدس، الحمص، اللوبيا، جلبانه يابسه. هادو هما لازم ننوعوا يا البنات. انا شفتوني الايام اللي فاتوا كنت جايبه الدجاج هذاك مقدوري، كنت جبت الدجاج يعني صدر افخاذ، جبت لك تبربي من الدجاج، وجبت لك تبربي من السردينه صغيره باسكو هي اللي كانت رخيصه. هاد الخطره اليوم صباح جبنا لك تبربي باسكو زوج تاعي خلاص جب لك تبربي الايام الجايين. ما نقول لكمش يكفيني شهر، ما نقول لكمش هذاك اللي وليت نجيبو اللي كنت بكري نستهلكو في اسبوع، درك وليت كنت باسكو كنت نطيب تقريبا يومي باللحوم، درك وليت مره او مرتين في الاسبوع، مرتين في الاسبوع وصايي. ونعطي لهم مقدارهم ماشي كيما بكري عمر سنيوه وحط. يعني كل أسرة على حسب الأوقات، على حسب الأزمات، على حسب الأسعار سيء تمشي. ماشي دائما فور وماشي دائما ما كاين والو. سيء انك ديري نص نص. يا اختي نحط لهم شويه شويه قطعه صغيره اليوم وغدوه ما نحط لهمش. فهمتوني؟ انت تسيي ديري شويه ميزان في الاسره تاعك. هاد الخطره اني قلت لكم الخطره اللي فاتت كانت دجاج، هاد الخطره بغيت نجيب اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء كانت غاليه بزاف، كانت فيوندا هو المركز هما اللي كانوا رخاص، هما اللي جبنا منهم شويه اللي كنت بربي ومورسو تاع كبده باسكو عندي في الدار اللي عنده الانيميا. هذا ما كان. وما جبتش اللحم تاع مرميطه ولا تاع كسكس ولا هذا ولا دجاج، ولا جبت غير هذاك اللي كنت بربي باش نبدل، ماشي دائما نفس الشيء. وندير البقوليات. نتوما غيروا بيناتهم. البقوليات في هذا الوقت والله العظيم يا البنات غير راني في الكوزينه راني نقطر والله العظيم اي فايت 30 درجه، واحد الحراره يعلم بها غير ربي. صعيبه بزاف ان نطيب البقوليات على بالي. الله يحسن العوان واللي يقدر كل مؤمن ان شاء الله. حاولوا تجونغليو بالبيض تاني، البيض نسيتو، بالبيض تاني يعني تغيروا في ماشي خاطرش ما نقدرش نشري اللحم اللي ما نشريش البيض، نشري البيض ولا نشري العدس نديرو عفوا الحمص نديرو في الكسكس، نديرو على شكل سلطه. نوع هكذا في البروتينات باش يكون توازن، ما نبذروش وكذلك ما نوصلوش للحرمان الكامل فقط لانه ما كاش لحم احمر ما نعطيهمش بروتينات. ما قدرتش اللحم الاحمر نميل للابيض، ما قدرتلوش نميل للسردينه، ما قدرتلوش نميل للبيض، ما كاش كيفاه رايح نروح للبروتينات النباتيه اللي موجوده في البقوليات. المهم نعطي الاسره تاعي غذاء متوازن. بالنسبه للنقطه السادسه اليوم كتبتهم لكم هكذا باش ما ننساش. مره في الشهر يا بنات كي ديروا تقسيم الشهري على بالي درتها لكم شحال من خطره كامل، ديروا ظرف يا لوكان صغيور لي كيش نعيط له درك نقول لكم الطرفيه يعني واحد الظرف واحد المبلغ معين على بالي الامور مزيره. نرفد 100,000 بالك ولا نرفد نعطيكم فيها زوج نقاط. اللحوم غاليه، الفواكه غاليه وكامل. هذيك 100,000 ولا 150 ولا 200 ولا على الاقل مره واحده في الشهر نجيب دجاجه نحمرها نكومبانيها بلي فريت، نجيب زوج قرايه تاع كازوز وندير عشاء شباب مع الاسره تاعي بدايه الشهر. نديروا حاجه هكذا لو كان مره واحده في الشهر يعني باش نحسوا روحتنا حتى حنا رانا بنادمين ما رغم الظروف رغم الغلاء وربي يرزق ان شاء الله كل مؤمن. نديروها على الاقل مره واحده. وكاين تاني اللي عندهم الاطفال على الاقل مره واحده في الشهر سيد تجيبي هكذا صاشي تاع حلوه ولا زوج باكيات غوفريط ولا. واذا كان عندك امكانيه انك تخرجي اطفالك الحديقه عموميه ولا البلاصه ولا بحر قريب ولا خرجيهم ولا جيبي لهم فلاش مازال الحال سخون ولا مره على مره باش ما يحسوش اطفالنا تاني. باسكو انا عندنا اهداف وباغي نديروا توفير ونديروا ما لازمش نوصلوا لهذيك الدرجه تاع ما كاين والو زيرو باسكو مساكن يطمعوا. يا لو كان الحلوه يا لو كان الكاطو ماشي كل يوم انا نصنعوا الكوتي في الدار وهذه الامور في الدار بصح لو كان مره واحده هكذا في 15 يوم ولا في الشهر ولا في الاسبوع ولا كل اسره والمقدور تاعها دير هكا شويه هاد لي بتي بليزير ماشي بالملاير يا البنات. شيلهم باكي بيمو باكي تاع كاطو هذاك
تاع شوكولا وتمدي لهم كامل حبه حبه ولا زوج والله يفرحوا بها مساكن، يقولوا حتى حنا والدينا حتى حنا امنا راهي تحبنا. ديري معاهم هكذا خريجه يكون البارك قدام الدار ولا تخرجيهم هكذا، ولا كي تديهم لدار جدهم شيلهم الحلوه تما ياكلوها مع ولاد عمهم مع ولاد خالهم وكامل باش ما يحسوش روحتهم حتى هما محرومين. مهما كانت امورك قاسيه وحبت كما يقولوا حبت تزيري هذيك الميزانيه وعندك اهداف، يا لو كان مره واحده يا بنات كل 15 يوم ديروا حاجه هكذا لو كان صغيره بسيطه تسقم لك 10000، شريها حلوه شريها فلاش شريها دي كرواسون شريها ساعه على ساعه، ديري هكذا واحد البليزير ولا علبه تاع شوكولاته طلاء وطيبي لهم كريم في الدار، يا لو كان مره واحده في الشهر اللي ما يقدرش كاع مره واحده في الشهر ديروها لهم يا البنات وفرحوهم، فرحوهم ربي يفرحكم ان شاء الله. كل واحده ما عندهاش يا ربي ان شاء الله ديروا قيام الليل يا البنات وصدقوا وادعوا الله سبحانه وتعالى ربي يعمر حجركم ان شاء الله عاجلا وليس آجلا. اكيد اللي عندها امكانيه اكثر انها تديهم يا لو كان مره واحده في الشهر الماكدو ولا لا المطعم ولا فاست فود ولا تشري لهم بيتزا ولا حاجه، يا لو كان مره واحده ولا سيدي هذوك دراهم نشري بهم صدر دجاج ولا نشي شويه كفته ولا نطيب لولادي بيتزا ولا ندير لهم تاكوس ولا حاجه في الدار، يا لو كان مره واحده في الشهر يحسوا حتى روحتهم هما اطفال. مانيش حابه هاد القناه اللي حليتها باش ان شاء الله ترفد الهم على بزاف اخوات تعطيهم امل وتعاونهم في اداره مصروف البيت. مانيش حابه نظلم فيها الاطفال بس حتى انا عندي اطفال حتى انا وراني حاسه وربي يحفظ كامل ان شاء الله وليداتنا وليدات المؤمنين، بصح ساعه على ساعه هذوك الاطفال بامكانيات بسيطه يا بنات ب10000 تقدر تفرحي ولادك، روحي تشري لهم ماي صدور ودير لهم بوب كورن في الدار ياكلوه يتفرجوا لي ميكي يضحكوا يلعبوا، تفكريهم يا لو كان انا ما نقولش مره واحده في الشهر الا قدرتي مره واحده ديري عشاء شباب ودجاجه ولا حاجه للاسره كامل، ومره واحده اخرى ديري هكذا شويه اشياء لهاد الاطفال، شدي 10000 15000 20000 كل اسره وكيفاه تشري لهم حاجه هكذا تاع سقطه تاع اطفال ومدي لهم شويه شويه، حسيهم انه راهم يهموك راكي تحبيهم على بالي. يعني حاسه يا البنات على بالي بدي الدنيا صعابت وراكو خايفين وانا كامل كل واحد وين راهو يتخبط وبيوت الناس اسرار، وساعات كاين حوايج ما نحشموا حتى انا نقول لهم كاين اللي مديون كاين اللي الله يحسن عوان كل مؤمن، بصح نتوما سيو تبعثوا هاد البهجه وهاد الحاجه يلو كان باشياء بسيطه جدا بصح عند ولادكم وازواجكم تسوى حاجه كبيره. الله يبارك وربي يفرحكم كامل ان شاء الله. المشتريات الاسبوعيه يا البنات سيو ديروها حسب الحاجه، اي وحده عندها ميزانيه صغيره ولا حابه توفر ولا عندها دين ولا هدف ولا حاجه كي ديري هذيك قائمه المشتريات وانتيه اللي راكي تشري انتيه. انا نقول لكم كي تكوني انت اللي تشري تقدري توفري من هذاك المال وتشري انت البيت لخزينك الحاجه اللي انت راكي حابه تشريها، ديري في حصاله احب نفسي ولا في توفير البيت ولا انت اللي راكي حابه ديريها. بصح اذا كان الزوج تاعك هو اللي يشري اكيد نكتب له 2 كيلو لوبيا 2 كيلو حدث 4 كيلو سكر وكامل نكتب له من هذاك اللي يجيب لي هو اللي نخبيه. بصح اذا كنت انا اللي نشريه البنات كي نمشي نقضي خصوصا في الامور المزيره. اليوم الفيديو تاع اليوم خاص خصوصا باللي البنات اللي ميزانيتها قليله واللي عندها اهداف ولا اللي راهي مزيره يا البنات. راح نطيب العدس مره واحده هذا الاسبوع يا البنات، نشري نص رطل تاع العدس نشري 250 غرام يا اخي 250 تكفيك هذاك الكاس الكبير يكفيك باش طيبي مره واحده. راح نسحق الجزر باش نطيب به الكسكس ونطيب به الشوربه وهذه 3 اطباق نخمم بيني وبين روحي ارطل يكفيني نشرو فقط واش نسحق في الاسبوع ودراهم اللي تقعدي نخبيها نديرها على جنب في حصاله توفير اشياء مستقبل ما على بالناش ولا من في حصاله احب نفسي. والاسبوع المقبل وكذلك منشريش باش نكدس ندير بيت الخزين صح راه مليح بصح توفري شويه سلعه خصوصا كي يكون زوجك هو اللي يقضي ولا عندك الفائض وتوفري كذلك مال والمال ما يخسرش يا البنات صدقوني. النقطه الثامنه التنويع والعوده للاكل التقليدي البنات على قد ما تقدروا. قلت لها البارح لاختي طيبي صوص طوماط اكيد ديري منها مرق للطعام والنصف الاخر يعني تزيدي عليه الخضره والحمص ديري منه مرق للطعام والنصف الاخر يا اما تزيدي له الماء ديري شوربه يا اما ديري صلصه للشخشوخه ديري صلصه الطماطم ديري بيتزا ديري يعني من ساعات من طبق واحد من ديماراج واحد تصنعي وصفتين. وهذه الحاجه راهي اقتصاديه بالبزاف. ولوا للاكل التقليدي يا البنات
وديروا اهداف ليكم لتوفيركم باش ان شاء الله تتشجعوا وتقيدوا بها. وما تنساوليش الصدقه يا بنات، ولو بخبزه وحصلت احب نفسي نرمي فيها، يا لو كان 500 يا لو كان 1000 راك ساعه على ساعه تفكروها، باسكو نهار تكبروا هي اللي راح تفكركم، هي اللي راح ترفدكم، هي اللي راح تحن عليكم. ما كاش واحد راح يكون عليكم احن من الله سبحانه وتعالى. كما هذوك الدرهمات اللي خبيتوهم اللي تلقاوهم ان شاء الله تهلا في روحكم بزاف بزاف. سلام.